بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلب الكابتن ريشه، تعالوا نشوف ابداع الكابتن عمر كمال بيعمل ايه. كرة زي ما انت شايف مع لعيب باتشوكا. حلو عمر كمال، تمام. هحط لك عليه دايره دلوقتي. المهم ان عمر كمال ما تفهمش واقف ليه. طب كويس، ما جراش اللعيب، عدى من ورا ظهره عادي جدا، مفيش اي مشكله. واللعبه اتلعبت وكانت ممكن تخش جون كويس، والحمد لله ان هو ما لمسش الباقي يعني. طيب تعال نشوف الباقي كده يا معلم مع بعضنا. طيب كرة برضو نفس القصة، كرة بتلعب فين؟ في ناحية الباك اليمين، اللي هو مين؟ اللي هو عمر كمال. عمر كمال بيعمل ايه اصلا وهو فين وبقية الفرقة فين؟ دي معلومة انا شخصيا مش عارفها. بص بقى هنا، عمر كمال رجع تمام وقال لك منطقي، وياسر راح، انا خلاص انا هخش. بص بقى عمر كمال عمل ايه. تمام، واقف، فضل واقف بيتفرج عادي، اتحرك متأخر طبعا. وحظنا حلو ان الكورة لمسته بحاجة بسيطة وشوبير لحقها. تعال نكمل عشان المرارة ايه، انت فاهم، الواحد هيتعب. بص بقى يا معلم، دي كرة بقى كارثية يعني. بص المعلم بيعمل ايه، الكرة اتلعبت تمام، الراجل عادي بيتحرك بكل بساطة. انا ما اعرفش هل شوبير كلمه ولا ما كلموش او حد قال له اي حاجة، لكن هو الراجل عادي جدا واعصابه هادية، وكان الموضوع ممكن نلبس جون بكل سهولة يعني. انا بص، انت الكرة دي تحرق لك دمك يعني، انت متخيل؟ يعني انت يا عم الحاج باصص على يمينك، المفروض تبص على يمينك تعرف ان في لعيب، تمام. ايه الثقة اللي عندك اللي تخليك شايف ان الكوره ممكن ما توقفش او ممكن يحصل اي حاجه وانت ليه واقف؟ يعني بص كده، هو واقف ليه؟ يعني وقف مكانه ليه؟ يعني ما حاولش يلحق اي حاجه، ما حاولش يعمل اي منظر. بصراحه يعني حاجه من الحاجات الغريبه، انا مش فاهم هو بيعمل ايه، وكل ماتش بكارثه، وهو كارثي من وقت ماتش باتشوكا لما كنا بنلعبهم في كاس العالم، ساعه ما ضيع بنالتي من الاثنين اللي كانوا سبب في خروجنا من البطوله من غير ما نوصل للنهائي بسببه يعني. يلا ربنا يعوض علينا، سلام عليكم.